أستاذي، في هذا العيد المبارك ماذا تريدون أن توجهوا خطاب إلى أهل تركيا وإلى المسلمين بشكل عام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تهنئة خالصة من القلب إلى العالم الإسلامي أجمع وإلى الشعب التركي على وجه الخصوص بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله تبارك وتعالى على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه المناسبة مناسبة وحدة، وأن يجعلها مناسبة تجتمع فيها كلمة الإسلام والمسلمين على كلمة سواء، امتثالا لقول الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذ، بارك الله فيكم.